اسمعي، صحتك تستاهل. تعرفي إن في تريليون بكتيريا في جسمك، معظمها في الأمعاء، والبروبايوتيك هو المفتاح لتنظيمهم. إيه هو البروبايوتيك؟ البروبايوتيك هي بكتيريا نافعة بتعيش في الجهاز الهضمي، بتساعد على تحسين الهضم وتقوي المناعة، تحسن المزاج. لما تدي جسمك البروبايوتيك بيتوازن البكتيريا الأمعاء، وده بيقلل من الانتفاخ ويقلل من الإسهال، وحالات القولون العصبي تلاقيها بتتعالج. طب موجود فين البروبايوتيك؟ موجود في لبن الزبادي والمخلل والملفوف. البروبايوتيك مهم لصحة عدة أجزاء مهمة جدا في جسمك، زي الجهاز الهضمي. البروبايوتيك بيشتغل فيه على إنه هو يعمل إيه؟ بيوازن بكتيريا النافعة في الأمعاء، وبالتالي هيحسن الهضم، وبالتالي هيقلل الانتفاخ، وبالتالي هيمنع الإمساك أو الإسهال. تاني حاجة مهمة جدا إنه بيعزز المناعة. 70% من جهاز المناعة مرتبط بالأمعاء. والبروبايوتيك دي مهمة في إيه؟ بتخلي العلاقة بتحسن من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض. كمان صحة الجلد، تتخيل إن البروبايوتيك مسؤول عن صحة الجلد، يعني بيعالج التهابات الجلد، وبيساعد على التقليل منها، زي مثلا الإكزيما أو حب الشباب. من خلال إيه بقى؟ بيعمل توازن مناعي. الصحة النفسية، حتى الصحة النفسية في اتصال الأمعاء والدماغ والبروبايوتيك، يعني نقدر نقول إنه بيحسن المزاج ويقلل القلق والاكتئاب. تقليل الالتهابات دي دور مهم من أدوار البروبايوتيك بيلعبها معانا. يعني البروبايوتيك بيساعد جدا على تقليل الالتهابات المزمنة اللي في الجسم، وده مفيد لإيه؟ لصحة القلب والأمراض المناعية المزمنة بيقينا منها. جربوا نضيفوا كده البروبايوتيك في النظام الغذائي وهنشوف الفرق ده وهنحسه بنفسنا. شاركوا بتعليق للي جرب البروبايوتيك وحس بتحسن منه، وشير المعلومة مع أكتر حد محتاجها. معاك دكتورة نانسي الفضالي، أخصائية تغذية علاجية وصحة عامة.